شيل يا ابني، شيل دلوقتي، شيل هرجع لك ليها. هرجع لك صوره التاشيره او صوره طلب التاشيره بتاعت زيزو طالع امريكا. بس انا قاعد كده، فاكر انت فيلم يانا يا خالتي؟ اما عمل كده، قال له زعلانه ومقهوره، قاعد قرفان. انا قاعد كده، دي قرفان وتعبان، صوت صياح مش طبيعي. اخونا الزملكاوي الله يبارك لك يا حبيبي، عندنا ماتش بالليل بعد 4 5 ساعات مع اشهر صايح في القاره بقى. انت تقرفني محليا وهو يقرفني قاريا. الزول نادي القرن الحقيقي مدلل الكاف، وعندنا اعصابنا تعبانه. ولا انت عشان عندك ماتش بكره مع ستيلنبوش في الحوش، عندك ماتش حلو وسهل تصدعنا بقى التقرف اللي جابونا. وزيزو راح، زيزو جه. ما انا قلت لك من الاول مش عارف تعمل لنفسك قيمه. طيب زيزو راح يا عم، ادي طلب التاشيره اهو، هحط لك في الكومنتات برضو. طلب التاشيره حلوه، تاشيره امريكا. طلع يا عم طلع زيزو يعمل طلب تاشيره امريكا، ما عنده ماتش بعد كده مع ميسي بعد شهر يا جماعه. مش عايز يروح يقدم على الطلب بدري، الفيزا ممكن تاخد وقت ولا حاجه، تتاخر فينجز في فيزته. انتوا بقى طالعين صياح. ما انا هفهمك المشكله في حاجتين. فيك انت كمشجع زملكاوي، انا قلت لك من بدري ما عملتش لنفسك قيمه وكرامه. عايز تزعل ازعل، مع احترامي ليك. حتى الناس المحترمه، لو انت ما بتعملش اللي جمهور الزمالك بيعمله، فطلع نفسك بره الموضوع. انا هقول لك. والمشكله الثانيه عند مستر شلش اللي هو الشهير بميدو خرابات الله يمسيه بالخير كده، مرتضى منصور قال لك ميدو خرابات. المهم، اللي خد بطوله دوري المدارس في فيلم الحريفه، افتكر نفسه مدرب ولا حاجه وعنده فكره، وهو ب 3 جنيه كوره ما فيش. المهم انت كزملكاوي، يعني انا عارف بحاول اشوف تعبير افضل من كده. انت ما فيش لعيب ما لحستلوش يا معلم، انا بكلمك والله بمنتهى الامانه. ما فيش بين قلبي وبين ساسي وبين وركي وطارق حامد وبتاع الكيان انت لحست للكل يا معلم. خليت اللي راح تعمل تبرعات وتعمل حسابات بنكيه عشان خاطر اتبرع. يطلع شاب محترم، واضح انه شاب متربي او ابن ناس او شاب غلبه على سجيته، يقول والله العظيم لو زيزو عايز اتبرع بمرتبي والله هتبرع له بيه. يا راجل عيب، يا راجل عيب، احترموا نفسكم، احترموا اهاليكم. شكلك راجل مؤدب ومتربي، ما قلتش حاجه والله. انما اللي عملته ده اسمه رخصت نفسك كقيمه جمهور كيان كبير. بتحب كيانك. بتشوف عندنا كده يا ابني، بتشوف عندنا كده رمضان صبحي شفت الجمهور قال له ايه؟ عبد الله السعيد واحمد فتحي. شفت جمهور الاهلي قال له ايه؟ يلا يا فتحي امشي، خد عبد الله وامشي. فاكر؟ ما عندناش يا ابني احنا. عارف يعني ايه عبد الله السعيد واحمد فتحي يتقال لهم من جمهور الاهلي يلا يا فتحي امشي، خد عبد الله وامشي؟ فاكر الهتاف ده؟ ما تعرفش تعمله. امتى بقى تعمله؟ لما زيزو يمضي في الاهلي، تطلع بقى تقول البقين دول وتصيح وتسمعنا صياحك 50 سنه قدام. والزمالك اللي باقي، وجمهورك اللي باقي يا زمالك، واحنا نادي الزمالك احنا من نصنع الاسماء، واحنا اللي بنعمل النجوم، وانت لا بتعمل اسماء ولا بتعمل نيله. سيب زيزو في حاله. زيزو خلاص شاف مصلحته، عنده حق الراجل. وبعدين عشان ما يطلعش ميدو يسوقك ويطلع يقول لك ايه النادي الاهلي وادارته بايه بيضعفوا المنافسين، عايزين يضعفوا الزمالك. احنا بناخد احتياجاتنا، ما احنا محتاجينه. ما عندناش حد مميز في ضربات الجزاء، احنا محتاجين زيزو. بتشوف عندنا ضربات الجزاء فيها اخفاق بنسبه عاليه، انما لما في وجود زيزو نسبه اخفاق في ضربات الجزاء هتقل جدا كمان. ما شاء الله الواد الله اكبر، زيزو 90 95% من ضربات الجزاء بيجيبها، يعني بيضيع كل فين وفين. والعبد الفقير الله قايل لك من هو في الزمالك، قلت حتى لو بيلعب ضربات جزاء ده شيء يميزه. انما تقول لي احسن جناح في القاره، لا. لما يجي عندنا نشوف الموضوع ده بقى، نشوف احنا قادرين نعمله احسن جناح يمين في القاره. عندنا عجز في الحته اليمين دي، احنا محتاجينه. مش محتاجينه ولا حاجه، بالعكس. الراجل يلعب ضربات جزاء ويعمل عرضيات، ويقعد وسام يخش وجردشار يخش، وانت قاعد تتفرج بقى وتحسر. اعمل لنفسك قيمه لمره مليون. المره الجايه لما يجي لك لعيب ويتنجم، فهمه ان هو في كيان كبير زي ما انت بتقول، وزي ما احنا بنقول لك ان الزمالك كيان كبير. اللي بيقل من قيمه الزمالك جمهوره والاداريين بتوعه بس. كان الزمالك كيان كبير، فيجي لك لاعب تاني، عزز نفسك وحبها. بلاش بقى تطلع انا بعت الجاموسه بتاعتي، ايه ده؟ انا بعت التوك توك ايه يا جدعان اللي بنسمعه دوت؟ وقناه الزمالك فرحانه قوي بتعرض الكلام دوت. يطلع طارق يحيى على قناه الزمالك، يا ابن قلبي بقى، يا ابن قلبي بقى، خليك كمل معانا بقى، ربنا يرزقك. وربنا استجاب له بصراحه، رزقه رزقه برزقه مش عايز اقول لك. ما علينا، لحد كده مش عايز اطول عليك، يهديك ربنا. وطي صوت الصياح شويه، عن اعصابنا متوتره. عندنا ماتش بعد 5 ساعات ومعانا مدرب ما يعلم بالله ربنا، مش عارفين هيعمل معانا ايه، رغم ان الهلال ده زيه زيك بالنسبه لي يعني. بس ربنا يعديه على خير. لحد كده تمام، وان شاء الله نتقابل مع زيزو في كاس العالم للانديه في احدى ضربات الجزاء. سلام يا حلوين.